السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة بالدقيق الأسمر. معانا بالظبط 3 كوبايات دقيق كبار، هننزل بيهم عليهم كوباية سخنة فيها كيس خميرة ومعلقة سكر، وابتدي ان انا اقلب كويس العجين، وهحط معلقة زيت زيتون كبيرة. هبتدي اقلب لحد ما العجينة تاخد قوام المطلوب اللي انا عايزاه، واسيبها تخمر لمدة ساعتين، ولازم تبقى في مكان دافي. هنا كانت اتخمرت معايا والعجينه مخدومه وجميله زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا افردها على الرخامه واقسمها لكام قطعه، يعني في شكل اسطوانه وكام قطعه. هنا عملت معايا 13 قطعه. سبتها ترتاح شويه وهغطيها عبال ما ادخل على الحشوه بقى عندنا هنا النهارده هنعملها بلحمه مفرومه، بصله، فص ثوم، بهارات الحواوشي. وابتديت ان انا احط مكعب مثلث على اللحمه، فلفل، طماطم، قلبت كويس. هبتدي ان انا افتح العجينه. عملت رغيف وحشيت لحمه مفرومه وقفلته برغيف تاني، وابتديت ادهن الصينيه زيت، وابتديت ان انا احطها في الرف الاوسط على درجه حراره 180. زي ما انتم شايفين طالعه جوسي وجميله ورهيبه وطريه جدا، الاطفال هيحبوا ياكلوها قوي. ارجوكم ما تنسوش تدعمونا باجمل لايك منكم. بجد فعلا قلبت ريحه الشقه من كتر جمالها، وهعملها كل مره. اشوفكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.